السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض العيش الكايزر أو عيش البرجر. هنعمله مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة، والمكونات كلها موجودة في البيت. هنعمله من غير زبدة أو بيض، وهيطلع أحلى من الجاهز بمليون مرة. الوصفة دي لذيذة جدا وناجحة، ولو جربتيها مش هتبطلي تعمليها. يلا جربيها وعلى ضمانتي. هتلاقي العيش الكايزر طري وهش كده، ده غير طعمه اللي يجنن. اهم حاجة تمشي على الطريقة والمقادير مظبوط، وصدقيني هتطلعي احلى عيش كايزر ما بياخدش وقت وجميل جدا جدا. وقبل ما نبدأ الوصفة ياريت ما تنسوش اللايك، وكمان لو انتم جداد على القناة انزل حالا تحت الفيديو واضغط على زر اشتراك او سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نشوف المقادير والطريقة. هنجيب طبق غويط، وهننزل بأول حاجة كوبايتين من الحليب الدافي، ممكن بمية بس طبعا بالحليب هيبقى أطعم بكتير. وهنزل عليها بمعلقة ونص من الخميرة الفورية اللي هو تقريبا باكت الخميرة، ومعلقة كبيرة من السكر. وهقلب الخليط ده كويس جدا مع بعض لحد ما ادوب السكر والخميرة كويس جدا. وبعد كده هضيف معلقة كبيرة من الخل الأبيض، ونص كوباية من الزيت النباتي، أي نوع زيت انت بتفضليه. وهقلب كل الخليط ده كويس جدا مع بعض. ودلوقتي هضيف 5 كوبايات من الدقيق، أي نوع دقيق متعدد الاستخدامات، أهم حاجة يكون منخول. أنا هضيف في الأول 4 كوبايات من الدقيق، وهسيب جنبي كوباية هضيفها أثناء العجن. وبعدين هضيف معلقة صغيرة من البيكنج باودر ومعلقة صغيرة من الملح، وهقلب الخليط ده كويس جدا مع بعض كده بالمعلقة. لو لقيت الخليط سايل زيادة عن اللزوم هبدأ أضيف الكوباية الخامسة واحدة واحدة أثناء العجن، لأن أنا عاوزة العجينة تكون طرية قوي، مش عاوزاها تكون ناشفة. ودلوقتي أنا لما لقيت إن العجينة طرية قوي بدأت أضيف كوباية واحدة واحدة. ودلوقتي خلاص هستغنى عن المعلقة وهبدأ أعجن بإيدي بالشكل ده. شوفي العجينة ازاي ملزقة، علشان كده هبدأ أضيف عليها الكوباية واحدة واحدة. عموما الوصفة دي أخدت معايا 5 كوبايات من الدقيق، 5 كوبايات كاملين. انا عملت الخطوة دي علشان اضمن العجينة معايا تبقى طرية، لاني لو نزلت بكمية الدقيق كلها ممكن العجينة تنشف معايا، وهفضل بقى ازود سوائل وبعدين ازود دقيق وبعدين سوائل، فالعجينة طبعا هتبوظ مني. فانا عملت الخطوة دي علشان اتحكم في طراوة العجينة اللي انا عاوزاها، لان كل نوع دقيق بيختلف عن التاني. وعلشان اسهل على نفسي العجن بدهن ايدي بشوية من الزيت، حوالي معلقتين من الزيت، بتسهل العجين جدا وبتخليش العجين يلزق في ايدي قوي. وهعجن المدة لا تقل عن 10 دقايق لحد ما العجينة تكون طرية بالشكل اللي قدامك ده كده بالظبط. عجينة طرية ملساء قوي، ناعمة جميلة قوي قوي قوي. شوفوا العجينة حلوة ازاي وطرية ازاي، هي دي النتيجة اللي انا عاوزاها. لان لو هي ناشفة عن كده العيش هيطلع وحش جدا. لازم العيش الكايزر يكون عجينته طرية بالشكل ده. هدهن بقى الطبق بدهنة من الزيت، وهحط فيها العجينة وهغلف العجينة من وشها كده بالزيت. وبعدين هغطيها بورق استرتش او كيس تلاجة، واغطيها واسيبها في مكان مظلم حوالي ساعة لحد ما يزيد حجمها وتخمر براحتها. وهو ده شكلها بعد مرور ساعة، بعد ما اختمرت وزاد حجمها. شوفوا حجمها زاد ازاي، بجد حلوة جدا جدا. عجينة طرية وهشة بجد تحفة. ودلوقتي هخرج منها الهواء وهبدأ ألم العجينة بالشكل ده، وبعدين نبدأ نشكلها مع بعض. بجد من أحلى أنواع العجين اللي أنا عملتها، طرية قوي قوي قوي. هخرجها من الطبق، شوفوا شكلها عامل ازاي، شوفوا طرية ازاي، بجد عجينة حلوة قوي قوي. لازم العجينة تكون بالشكل ده. ودلوقتي يلا بينا نشكل العيش الكايزر بتاعنا. هحط على الرخامة رشة من الدقيق، وهبدأ أفرد العجين على الرخامة بالشكل ده. هعمله شكل بالطول كده علشان أعرف أتحكم في العجينة. وهقسمها على نصين. أنا عملت تقريبا 12 قطعة، انت ممكن تكتري أو تقللي على حسب الحجم اللي انت عاوزاه. لو عاوزاه عيش صغير فطبعا هيعمل معاكي كمية أكبر من كده بكتير. لو عاوزاه حجم كبير، حجم البرجر الكبير، فهيعمل معاك كمية اقل من كده. فبراحتك شوفي الكمية اللي انت عاوزاها والحجم اللي انت عاوزاه. ودلوقتي انا بقطع العيش، وبحاول بقدر الامكان ان يبقوا قد بعض، يعني اهم حاجة ان يبقوا حجم بعض عشان يبقى شكل العيش حلو.
لو انت عاوزاه بقى مختلف، يعني حبة كبير وحبة صغير، براحتك. بس انا حاولت بقدر الامكان ان يبقوا قد بعض. وطبعا لو عندك ميزان هيسهل عليكي جدا، لانك هتوزني كل القطع قد بعضها، فطبيعي ان كل القطع هتكون شكل بعضها. ودلوقتي هبدأ خلاص اشكل العيش الكايزر. شفت العجينة طرية ازاي؟ هتتشكل معاكي بسهولة. ببدأ الفها بالشكل ده كده بالظبط، واقفل اي فتحات في العجينة من تحت، وبكده تكون خلاص جاهزة معانا. حبيت ان انتي تضغطي عليها ضغطة بسيطة خالص من فوق، مفيش مشكلة. اهم حاجة اي تفتيح في العجين بتقفليه، علشان خاطر لما تيجي تستوي ما تكونش فيها اي تفتحات او اي شكل مش حلو، تكون زي الجاهزة بالظبط. حاولي بقدر الامكان انك تشكلي العيش الكايزر زي الجاهز بالظبط، يعني تعمليها على شكل كورة مظبوطة مفيش فيها اي تفتحات، لان ده هيغير شكلها بعد التسوية. وما تقلقيش من العجينة، لان العجينة دي طرية جدا وهتبقى سهلة في التشكيل، فمش هتاخد منك وقت ابدا، في ثواني هتلاقيكي شكلت كل الكمية. لو انت حبيتي تعمليها كورة بس كده تمام، مفيش اي مشكلة. حبيتي تضغطي على ضغطة بسيطة من فوق برضو مفيش اي مشكلة. وحاولي تظبطي العجين كده من الجنب بحيث ان الشكل يكون حلو ومظبوط زي ما انت شايفة كده بالظبط. وبكده يكون اول رغيف خلص معانا، ويلا بينا نخلص بقية الكمية. وهحطه في صينية نظيفة مش مدهونة اي حاجة ابدا. ما تنسيش تعملي اشتراك في القناة واعملي لايك للفيديو عشان يوصلك كل جديد. ودلوقتي انا بشكل بقية العيش بتاعنا، بجد حلو جدا جدا وسهل، والعجينة طرية وهتبقى سريعة معاكي وما تقلقيش ابدا. وهسيبلك كل المقادير بالتفصيل في صندوق الوصف علشان تعملي العيش وتجربيه وتقوليلي رأيك ايه في الكومنتات. انا واثقة ان هيطلع معاكي حلو جدا ان شاء الله. وهو ده شكل العيش الكايزر بتاعنا بعد ما خلاص خلصنا كل الكمية. اهم حاجة تسيبي مسافة بين كل رغيف والتاني، لان احنا لسه هنسيبه يخمر، وكمان لسه هيدخل الفرن فحجمه هيزيد علشان ما يلزقش في بعضه. ودلوقتي هسيب العيش الكايزر بتاعنا يرتاح ويخمر، وهغطيه واسيبه نص ساعة. وهو ده العيش بتاعنا بعد ما خلاص عدى النص ساعة. شوفوا اختمر وحجمه زاد ازاي، بجد حلو جدا جدا. وكمان لسه لما ادخله الفرن حجمه هيزيد اكتر. ودلوقتي يلا بينا نجهز خليط التلميع اللي هندهن بيه وش العيش بتاعنا. هنستخدم حوالي ربع كوباية من الحليب وعليها معلقة كبيرة من السكر. وبالفرشة هبدأ ادهن كل وش العيش من فوق بالخليط اللي احنا عملناه مع بعض ده. الخليط ده هيديله تلميعة كده ولون حلو قوي قوي قوي. وبعد ما دهنت كل العيش بتاعنا بالخليط ده هرش عليه رشة من السمسم المحمص. وبكده يكون العيش الكايزر بتاعنا خلاص جاهز على التسوية. هدخله بقى دلوقتي على فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180. هنزل الشبكة في الرف اللي تحت، او ممكن تسيبيها في الرف الاوسط عادي لحد ما يحمر من تحت. واول ما يحمر من تحت هولع الشواية من فوق لحد ما ياخد اللون الذهبي الجميل ده. بجد حلو جدا جدا. واول ما العيش الكايزر يخرج من الفرن بالفرشة هدهن وش العيش بالزيت علشان يديني تلميعة حلوة. وعلى طول هغطيه بفوطة واسيبه من 5 ل10 دقايق لحد ما يطرى جدا. صدقيني الخطوة دي مهمة جدا. العيش هيفضل طري معاكي طول الوقت، مش هينشف ابدا. وده شكله بعد ما غطيت عليه 10 دقايق. شوفوا بقى طري ازاي وحلو، بجد جميل جدا جدا. العيش طري جدا ولونه حلو قوي قوي، ده غير ريحته اللي تجنن. بجد من جماله ممكن تاكليه من غير اي حشوة جواه. حلو قوي قوي قوي. اهم حاجة لازم تغطي عليه عشان العيش يفضل طري معاكي. ولو عايزة تحتفظي بيه في الفريزر عادي جدا، سيبيه بس يبرد شوية، واول ما يبرد حطيه في كيس وخرجي منه الهواء وحطيه في الفريزر. ووقت ما تيجي تستخدميه هتطلعيه وتسيبيه بس على الرخامة 5 دقايق او 10 دقايق، هيفك على طول وهيبقى حلو جدا اكنه طازة. بجد حلو جدا جدا. شوفوا شكله حلو ازاي، بجد جميل جدا جدا. وريحته قلبت البيت كله، وطعمه مختلف خالص خالص عن بتاع بره. جربيه وصدقيني مش هتندمي. انا عاوزه اقولك ان الوصفه دي من الوصفات الجميله والسهله جدا، ومقاديرها كلها موجوده عندنا في البيت، يعني مش هنجيب حاجه من بره. اعمليها لاولادك وفرحيهم بيها، بجد حلوه جدا جدا. ممكن تحشيها اي حاجه. يلا جربيها وقوليلي ايه رايك في الكومنتات. ولو عندك اي تعليق او استفسار ابعتيلي في الكومنتات وانا هرد عليكي. وبكده تكون وصفتنا النهاردة خلصت. اتمنى من كل قلب انها تكون عجبتكم. يلا دوس لايك وشير، وهستنى رأيكم في الكومنتات.